راح استخدم اليوم معاكم البرغل الناعم. ممكن تستخدموا نص الكمية برغل ناعم ونصها برغل خشن. البرغل الخشن بيساعد على الطحن، ولكن انا لانه متوفر عندي اليوم بس ناعم فراح اسوي معاكم بالبرغل الناعم، كل برغل بالنهاية. عندي هنا مية باردة من الكولر من الثلاجة، شايفين؟ راح انقع فيها البرغل، لانه لو كانت المية ساخنة والبرغل فرط عنا فهالشيء راح يخرب العجينة. طبعا انا حاسة انه لسه محتاجة، فراح اضيف كمان، بس ما بنكتر، يا دوب يعني المية اللي يشربها البرغل. هشوف هنا لسه محتاجين كمان شوية. انا كده اضفت 4 اكواب مية ل2 كيلو برغل، حاسة محتاج كمان صراحة. راح اضيف كمان وارجع لكم، اعبي مية وارجع. عندي هنا كمان كوب مية، راح اكتب لكم بالنهاية المقدار لكيلو واحد عشان انا عاملة كمية. وعادي بتقدروا تعجنوا الكيلو او الكيلوين او الثلاثة بنفس المقادير تضاعفوها، وبتقدروا ما تحشوا كل المقدار. يعني عادي ممكن نعجن العجينة ونحطها بالفريزر، مش لازم نكبب كل العجينة، وقت ما بدنا نطلع نكبب. انا واحدة من الناس بحب صراحة اكبب وقت القلي، بس لانه رمضان وهيك بدي افرزن صراحة. خلص كده شوفوا، لو حسيت كده حطيت 5 اكواب مية، شوفوا خلاص شربت كل المية اللي انا حطيتها، وكل البرغل انبل بالمية. راح اتركها ينفش البرغل، ولو حسيت وقت الطحن انه بدها مية راح اضيف مكعبات ثلج عشان ما تفرط عنا العجينة. خليكم معايا. شوفوا لي هنا البرغل ناشف، يعني هو صح نفش بس ناشف، نفس البرغل ناشف، فبيحتاج مية. راح اضيف عليه مية عشان وقت ما اطحنه ما يتعبني بالطحونة. تقريبا كوبين، يعني كده على 2 كيلو انا ضفت 7 كيلو 7 اكواب مية باردة. احنا كمان ما بنقلل المية وما بنكترها، لو قللناها حيغلبنا في الطحن، ولو كترناها حتفرط العجينة، فلازم يكون المقدار مناسب. انا اول مرة اسوي بالكيلو مع مقدار عشانكم، بس بصور المقدار عشانكم. يعني دايما بحط المية بدون ما عايرت بس عشان احط لكم مقدار. خلاص كده راح اتركها تشرب المية ونشوف كيف بعد ما تنفش وتشرب المية. راح اسوي حشوة اللحم. حفظتوني لاي حشوة لحم ضروري عندي التوم، طبعا فلفل رومي يعطي نكهة خطيرة للاكل، وبصل. انا بكتر بصل، بحب اكتر بصل لكل حشوات اللحم، يعني ممكن احط البصل قد اللحم احيانا، كمان بيطلع طعم الحشوة غير شكل. لا تفكروا حرميها، مش حرميها. وكده حنفرم البصلات مع الفلفل والثوم ونجهز حشوتنا. وخلص هيك صار عندي البصل جاهز. وهنا عندي البصل بعد ما فرمته، طبعا انا حطاه هنا بالقدر بدون زيت، خلاص لان الكبة راح تنقلى واللحم كمان فيه شوية دهن. راح اضيف اللحم على طول، خلاص راح يدبلوا سوا. اضيف اللحم وحنقلب. ونقلب سوا. شايفين قد ايه كمية البصل؟ انا بحب هيك يكون البصل، يعني ممكن لما انا اسوي احيانا لاحد يحب انه البصل يكون قليل اقلل، بس إلنا احنا لو سويت للبيت لازم اكتر هيك بصل، بيعطي طعم خرافي للحشوات. اللي ما حفظ بهاراتي يحفظ بهارات اكلي. ملح
وفلفل أسود وكزبرة وكمون. البهارات على فكرة بطحنها بالبيت يا جماعة. الزنجبيل أقل حاجة بس بيعطي نكهة رهيبة للأكل. وخلص ما بنكتر بهارات، كتر البهارات بيقلب طعم الأكل. أنا بس هاي بهاراتي بحبها للحشوات. بعض الأحيان بحط بابريكا، أو يعني لو احتاج الأمر الأكل هندي نحط كاري، نحط بهار مسالة أو هيك شغلات، بس هذا اللي بحطه دائما. خلص حنترك اللحم يشرب ميته، بعدين نقلي صنابر ونحط عليه. ممكن كمان أنا بحب أحط للحمة الكبة شوية دبس رمان. راح أجيب دبس رمان، راح أحط شوية دبس رمان، ما بكتر، شوي بيعطيني طعم وما بغير الطعم. لما تحطه قليل ما بغير الطعم، بس بيعطي طعم لذيذ للحم. وكده قلينا الصنبرات، راح انزلهم على الحشوة. خلاص طفيت على الحشوة. بحب دايما بعد ما اخلص اطفي على الحشوة احطها بصفاية عشان اي سوائل فيها تنزل وما تخرب لي العجينة بس احشي. عندي هنا البرغل بعد ما نفش، شايفين شرب المي اللي حطيتها كلها. لو حسينا ناشف واحنا بنطحن بنضيف مكعبات ثلج. خلاص شرب كل المية، تفلفل كأنه رز. وهنا عندي فلفل رومي بحب اضيفه لاي حاجة بطبخي. وهنا بصل ولحم هبرة، ضروري يكون خالي من الدهن زي ما انتو شايفين. وعندي بهاراتي حفظتوها: ملح، فلفل اسود، كزبرة، كمون، وشوية زنجبيل. حتى على العجينة بحط نفس البهارات. طبعا لكل اللي طلبوا مني اعلمهم طريقة التكبيب بالماكينة. هاي الأداة اللي بتيجي مع الماكينة، هي كده بتكون تنتين ونركبهم كده في بعض. خليكم معايا وراح اوريكم كل الطرق لتكبيب الكبة سواء بالماكينة او بالقالب او باليد. راح اضيف البهارات على العجينة على البرغل قبل ما اطحنه عشان تنخلط وقت الطحن. كزبرة وكمون وزنجبيل والملح والفلفل الأسود. خلاص كده بتنطحن مع العجينة، بدل ما أقعد أعجنها وأفرمها مع بعض أحسن لي. حنبدأ نفرم، وهنا راح نختار أصغر فتحات. بيجي مع الطاحونة 3 أحجام، حنحتاج الأصغر. ويلا حنبدأ الفرم. شايفين عندي كده بعد ما طحنت أول طحنة راح أعجن كل المكونات سوا. نرجع نطحنها مرة تانية. حسيتوا العجينة ناشفة، رشوا لها كده شوية مية باردة، أو زي ما حكينا بتحطوا مع الطحن مكعبات ثلج. أنا صراحة ما رضيت أضيف ثلج لأنه قلت مع البصل والفلفل بعجنها وبشوف عشان ما تخرب عليا، فحاسة إنه بدها شوية مية باردة. راح أضيف، يعني لو ضفنا كمان كوب مية مع النقع عادي راح يتشرب البرغل. عبيت هنا كوب مية باردة لأنه ناشفة العجينة. بحب دايما بالأكواب المعيارية عشان لما حتى أكتب لكم مقادير صحيحة. كده بنصير أضفنا 8 أكواب.
راح اعجنهم. شوفوا كده العجينة متماسكة طرية، بس مش متماسكة فارطة عشان نقدر نشكلها بسهولة، بس لازم نرجع نطحنها مرة تانية، لسه خشنة. شوفوا لي ما شاء الله ما اروع العجينة بعد ما طحنتها المرة الثانية. رائعة العجينة، شوفوا روعة كيف طرية وناعمة، وللتكبيب ما احلاها. طبعا انا مسوية كمية فراح افرزن العجينة، مش راح اكبب كل العجينة. في حال حابين تكببوها كلها وتفرزنوها براحتكم، انا لان كمية فراح افرزن عجينة، وقت ما بدي بطلعها وبكبب حسب ما بدي، او بفرزنها مكببة، اختياري زي ما تحبوا. كده عندي هذه الكمية راح افرزنها، بتلاقوها سهلة وقت ما بدكم بتطلعوا بتكببوا. طبعا هاي القطعة زي ما انتم شايفين كده تيجي مع نفس الماكينة. في عندي ماكينة تانية اكبر فحطلع الحبات اكبر، بس للأسف انحرقت الطاحونة، فاليوم راح اعمل بهذه. حطلعها رفيعة نفس اللي كنت ابيعها، ولكن عادي يعني حسب ماكينتكم اشتغلوا. بالنسبة للي ما بيعرفوا يكببوا بالايد او بيحتاجوا انهم يعملوا كميات حلوة وسريعة. كمان قالب الكبة سويت معاكم من قبل، راح اعلمكم طريقته. راح ارفع هذه بعدين هذه، لازم افك الطاحونة واطلعها، افكها وارجع لكم. من هنا شوفوا فكيتها، من هنا راح اضغطها وارفعها، وانتبهوا تمسكوا اي حاجة والطاحونة شغالة، انتبهوا منيح منيح. هنرجع تاني اركبها هنا، اركبها وارجع لكم كده. طبعا راح نرجع نحط العجينة بالطاحونة، وحتطلع لي من هنا بنخليها تطلع اسطوانة طويلة وبنقطعها. تابعوا معايا لانه مش راح يطلع صوتي مع الطاحونة بس تشتغل. يلا بسم الله. شايفين كده عندي العجينة. طبعا بتقطعوها الطول اللي بدكم اياه سواء صغير او كبير حسب ما بدكم، اختياري. اليوم ما راح اعملها كتير طويلة، حابينها طويلة ممكن، بس راح اعملها بهالحجم اليوم، اختياري طبعا. راجع لكم عادي الزيادة بترجعوا تاني بتعملوها. راح ناخد من هنا كده حبة نقفلها بهاي الطريقة، من هنا حنحشي
بعد ما حشيتها هقفلها. لو حابين كده شوية مية عشان ايش تملسوا العجينة. وشوفوا لي كده، هي هيك احلى حبة كبة. مش حابينها كتير هيك طويلة عادي اقطعوها. ولا اسهل ولا اسرع على اللي ما بيعرفوا يكببوا بايدهم، هاي اسهل واسرع طريقة. اشيلها برضو ما عجبتني. خلصنا هيك، وهي كبة واحلى حبة كبة. اللي حابين يكببوا بالطريقة المعتادة، طبعا لما تلبسوا جلوفز بيساعدكم. عندي قطعة عجينة راح احط ايدي بالمية، ممكن مية ونشا، بس العجينة هذه رائعة، لا بتحتاج نشا ولا بتحتاج اي حاجة. خلاص كده، كل ما رققتوها طبعا كل ما كان افضل، والحجم حسب ما انتو حابين. راح احشيها. طبعا كل ما كانت مليانة كل ما كانت اطيب. هنقفلها. بالطريقة المعتادة. وهي كمان احلى حبة كبة. بهذا الفيديو راح أعلمكم طريقة تشكيل الكبة في قالب 9 خانات. مهم جدا نفرد كيس على القالب يكون رقيق جدا، سماكة رقيقة، ونريح الكيس وإحنا بنحط العجينة. زي ما أنتم شايفين، عبوا العجينة وريحوا الكيس عشان تفرد معاكم بسمك جدا رقيق، ويكون تجويف قالب. حنضغط واضغطوا بقوة علشان يكون عندنا تجويف رقيق، ما حدا يقول لي العجينة أو الحبة سميكة. شايفين كيف رقيقة؟ مهم جدا تكتروا عجينة عشان تفرد على كل القالب، عشان تقفل معاكم بشكل جيد وما تفتح وقت القلي. ومهم كمان ما تيجي الحشوة على الأطراف. حنعبي التجاويف بالحشوة، ممكن تعبوا التجاويف كلها أو بس على جهة واحدة وتكتروا على أساس إنه تتعبى وما يكون نصها فاضي. أنا عبيتها، شايفين كيف اللحم طالع فوق؟ عبيت في جهة واحدة بس. رح نكبسها، واكبسوها منيح طبعا بضغط عشان ما تفتح معاكم. شوفوا لي جمالها وروعتها، 9 حبات بنفس الحجم والشكل ونفس الوقت مع بعض. شايفين كيف الحبات مقفلة؟ وحتى الأطراف ما بنحتاج أنه نرجع نملس عليها بالمي، لو احتاجنا ممكن ولكن ما يحتاج. شوفوا لي جمال الحبة وروعتها، ولا أحلى. راح أبدأ القلي، وزي ما انتم عارفين الكبة ما بنكتر بالزيت عشان ما يبرد وتفرط عنا، فبننزل بس بعد ما يحمى الزيت. بننزل عدد قليل، مثلا 5 أو 6 حبات حسب القدر، وما بنحركها إلا لما تبدأ تتحمر نهائيا. لا تحركوها ولا تمسكوها. عندي أنا هنا شوي القدر كبير، فبياخد تقريبا 7 حبات أو 8. لو قدر أصغر ممكن 5 أو 6 حبات حسب القدر. لا تكتروا، خلاص كده كفاية. لو برد الزيت بتفرط معاكم. شايفين ما شاء الله؟ شوفوا حتى ما بتحتاج أصلا تحريك. شوفوا لي ما شاء الله تبارك الرحمن، ألذ وأشهى كبة راح تاكلوها. طبعا لو انتوا حابين تقلوها من الفريزر على طول عادي، بتطلعوها من الفريزر على الزيت. لو عجينتك مزبوطة وحابة تخليها تفك من التلج وتقليها كمان عادي. لو العجينة مزبوطة ما راح تخرب معاكي أبدا إن شاء الله. ولا تنسوني من دعواتكم. شايفين؟ سامعين صوت القرمشة؟ شوفوا لي الروعة. شوفوا
وما شاء الله تبارك الرحمن، أشهى وألذ كبة صارت جاهزة. يلا كله يفرزن كبة لرمضان على طريقتي، ما حتاكلوا ألذ من هيك كبة بالعافية مع شوية شطة وليمون. يا ويلي يا ويلي على الطعم، تشهي. لا هي شوفوا، رائعة رائعة. كله يفرزن كبة على طريقة أمل الصفدي لرمضان.